مرة واحدة ما تكفيش. ممكن يكون اللي عايز يعمل حنة وتاتو يجي عند لوليتا للتاتو والحنة. ممكن يكون التاتو اللي الناس بترسمه هناك ده هو ده اللي بيأثر على الناس. لا مش منطقي، ما اعتقدش. ياه، لوليتا دي شكلها شاطرة قوي. انا عايزة اجرب ارسم عندها حنة ولا تاتو. ايه اللي انت بتقوله ده يا ميكي؟ انا شكلي كده مش عارف اتحكم في نفسي بجد. انا عرفت انا هعمل ايه. انا هبلغ الشرطة. انا الدكتور نوح الفرفوش صاحب الملاهي الجديد هنا، وتقريبا كده انا اللي هبلغ الشرطة عشان انت دخلت منطقة محظورة وما ينفعش حد يعدي منها. ايوه بلغهم وانا هعرفهم بالمؤثرات والحاجات الغامضة اللي انت حاططها في الملاهي وبتأثر على عقول الناس. وشوف بقى مين اللي هيدخلوه السجن يا فرفوش. انا رأيي انك تفكر تاني يا ميكي، ولا اقولك انا رأيي انك ما تفكرش خالص عشان اعرف اسيطر على عقلك. انت بتتحداني بقى على كده؟ يعني انت عارف ان انا بستخدم تنويم مغناطيسي. اقولك على حاجة كمان، وقوي جدا ومن نوع الاصيل. انت عارف انا بكسب فلوس ازاي؟ انا عملت الملاهي دي بشكل معين كده عشان يجذب الناس عندي، وبعدين لما يدخلوا اتحكم بقى في الاصوات اللي بيسمعوها والصور اللي بيشوفوها، وبكده اعرف اسيطر على عقولهم وانومهم مغناطيسيا. في نفس الوقت الناس اللي بيشتغلوا عندي هنا في الملاهي ما يعرفوش اي حاجة، وانا برضو مسيطرة على عقولهم. هم مفكرين ان هم بيشتغلوا في مكان عادي جدا وملاهي عادية جدا، بس دي مش حقيقة. مبهور بذكائي وعبقريتي مش كده؟ لو انت الصادق انا مبهورة عشان بندق طلع معاه حق في كل كلمة قالها. في حاجة واحدة بس هي اللي مضايقاني وهتجنني، هو صاحبك ابو طويلة التافه ده مش عارفين نسيطر عليه. قاعد طول اليوم بياكل في المطعم، واضح كده ان عقله قوي ومتفتح، عشان كده مش عارفين نسيطر عليه. هو قصده على بندق؟ الحاجة الوحيدة اللي متفتحة في بندق ان هو ما بيشبعش. بس اقولك على حاجة يا ميكي، انا عرفت هحل المشكلة دي ازاي. انت اللي هتساعدني. اقولك هتساعدني ازاي؟ اللعبة بتاعتي السرية اللي انا مركبها لك دلوقتي دي هيكون ليها تأثير عليك، هيخليني اتحكم في عقلك وهتنفذ اي حاجة انا بطلبها منك. واول حاجة هطلبها منك انك تجرجر لي رجلين صاحبك القوي اللي عقله متفتح ده للملاهي بتاعتي هنا. وتاني حاجة هأمرك تعمل كده مع ناس كتير الى ما لا نهاية، عشان انت هتكون العبد الخاص ليا. انت بتحاول تقاومني مش كده؟ مش هتعرف. انا بقالي 4 أيام بسيطر على عقلك، دلوقتي طاقتك ضعيفة. ودلوقتي قول ورايا، ازيك يا صاحبي، عامل ايه؟ انا لقيت لك مطعم جديد وهيعجبك. ازيك يا صاحبي، عامل ايه؟ سلم نفسك، المكان كله حاضر. ازاي بس؟ انا كنت عريس جدا. طمني يا ميكي، حصل لك حاجة؟ انت كويس؟
انا رحت في الباي باي. انت رحت فين يا ميكي؟ انا قلقت عليك كل ده، انت اتأخرت قوي. يا بندق، طلع معاك حق طول الوقت ده. بصراحة انا متوقعتش يعني. ايه بجد؟ بس انا اقتنعت بفكرتك انت يا ميكي، انا صدقتك، انا فكرت ان انا اللي غلط. اصلا انا قعدت اقول ازاي يعني فعلا هيكون في تنويم مغناطيسي. امال انت جبت الشرطة ازاي؟ انا جبت الشرطة عشان انت اتأخرت عليا، انا فكرتك اتخطفت، لكن ما جاش في دماغي موضوع التنويم المغناطيسي ده لان انا خلاص شلته من دماغي. بس هرجع لكم تاني، حتى لو اتقبض عليا 1000 مرة هرجع لكم تاني وهنفذ خطتي الشريرة. بس يا ميكي انت كنت بتعمل ايه كل الوقت دوت في الملاهي مع الراجل الغريب اللي قضينا عليه ده؟ هقولك على كل حاجة يا بندق، بس تعالى نروح ناكل الأول. أنا تقريبا كده أخيرا بقيت تعبان من كتر اللعب.